أنا بكره التلفزيون في القنوات المسيحية لأنه بيجيبوا السر الإلهي الخطير جدا. احنا بنقول السر الالهي صح التعبير، يعني طلع مثلا لو واحد مات، هم عندهم السر الالهي ان العيش بقى موجود وبقى هو الله اللي في الصينيه هناك ده. سر التقديس والكاهن عمال يقطع ويقسم ويعمل والناس قاعدة تشرب شاي. ازاي تشرب شاي؟ لكن تشرب دم عادي، ده حلو، ده عادي يعني. دي أسرار، دي أسرار، دي اسرار يا جماعه، ما ينفعش تطلعها للناس كده يا جماعه. يعني بيقول لك سرك في بير، ينفع كده يا جماعه؟ أسرار إلهية عاشت القرون الطويلة في الأديرة. لما تروحوا كنايس تلاقوا المذبح جوه قوي، الهيكل كبير والمذبح جوه، والناس اللي بيصلوا ما يشوفوش ده. دي أسرار. دي اسرار ما حدش يشوفها. طب وانت يا ترى بتقول الكلام ده ليه يا فندم؟ يعني هل انت بتعتمد على نص كتابي مثلا بيقول لك ما ينفعش تطلع الاسرار دي؟ عرض الأسرار: لا تلقوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم أمام الخنازير. ده يسوع المحبة في الموعظة على الجبل بيقول لا تعطوا القدس للبوبيهات ولا تلقوا دراركم قدام يعني ده كان بيشتم بقى، ده كان بيشتم. على فكرة النص ده في الديداخي بيقول ان دول غير المعتمدين باسم الرب، ويجي في الاخر يقول لك ده يسوع محبة ما بيشتمش. ما قاعد يشتم اهو يا جماعة، قاعد بيشتم اهو. لا والتاني بيقتبس النص على اساس ما ينفعش تحطوا السر في التلفزيون. ليه؟ اصل لا تعطوا القدس للبوبيهات ولا تلقوا دراركم مش عارف قدام ايه. هتدوسها برجليه. لا والله يا فندم، احنا العيش بناكله لكن مش بنعبده. يعني انا باكل العيش عادي، هدوسه ليه برجلي؟ ده نعمة ربنا، لكن مش هروح اعبده. انت بتعبده. كان نفسي تبقى عايش والله واعمل معاك اتصال، يمكن ادعوك لله سبحانه وتعالى وتلبي الدعوة لله مش ليا، لكن للاسف انت مت على كفرك، يعني مت على كفر. سر التقديس المسيحي، المعمودية المقدسة، ده سر جواني ماله ومال البرانيين. لا تلقوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم امام الخنازير. بيشتموا يا جماعة، بيشتموا.